في صباح مشرق ومبهج، خرج سامي وليلى للعب في الحديقة. كانت الألوان بالفعل زاهية، والضحك يملأ المكان. بدأ سامي بالقول وهو يضحك: يا ليل، عارفه إننا نقدر نستكشف العالم بالحواس الخمسة؟ ابتسمت ليلى وقالت: طبعا، الحواس دي بتخلينا نحس ونفهم كل حاجة حوالينا. أول حاجة هي السمع، يعني نسمع الأصوات حوالينا، زقزقة العصافير وصوت الرياح. ثم قامت بعمل إيماءات مضحكة وكأنها تسمع الأصوات. أضاف سامي: وصح، البصر. عشني نشوف الألوان الجميلة والأشكال المدهشة. شوف، دي الزهورة دي بتلون الحديقة بكل الألوان. وبدأ سامي وليلى في النظر حولهم بإعجاب. ثم قالت ليلى وهي تشم بأمر غير مرئي: أما الشم اللي بيخلينا نميز الروائح زي ريحة الأزهار وريحة الأكل المفضلة لكل واحد فينا. ضحك سامي وقال: التذوق بقي هو اللي بيخلينا نستمتع بالأطعمة، زي لما نأكل آيس كريم أو حلويات جميلة. اختتمت ليلى قائلة: وأخيرا، اللمس اللي بيخلينا نحس بالأشياء ونميز بينها، زي ملمس العشب الناعم أو الجدران الخشنة. نظر الاثنان لبعضهم وبدأوا في الرقص واللعب، متمنين للأطفال أن يكتشفوا حواسهم الخمسة بأكثر الطرق مرحة وتعليمية. كانت الإشارات وتعبيرات الوجه واضحة، مما جعل الأطفال يضحكون ويتعلمون في نفس الوقت. وضحكهم ملأ المكان، وبهجة الحواس جعلتهم أكثر سعادة واستمتاعا. ولا تنسوا الاشتراك في القناة. أتعلم وأضحك وأتسلى، ليصل لكم كل جديد.